ما جربت لاني اصلا يعني انا اقول حق نفسي لو خذيتي اغنيه وقعدت اتدرب عليها شهر وشهرين، واكيد ما راح احتاج شهر وشهرين، اكيد اقل يعني، اكيد راح اتعود على اللكنه طبعا. طيب معنى راح نغني لبناني، نجهز للسيدي اللي ولا تسالي. خلص اوكي. فاذا عندنا اغنيه لبنانيه بالالبوم الجاي واغنيه مصريه لهلا، هول امناهم للالبوم الجاي. استاذ رياض كنا حابين نضل معنا بعد اكثر وبدنا نسمع بعد اكثر، اكيد رح نسمع اغنيتك بيفكروني، لكن انا بشكرك انه كنت معنا بهالجزء الاستضافه الخاصه باغنيه المصريه اللي سمعناها بالالبوم، واكيد هلا بس ننتقل عند الاساتذه الصحفيين رح يكون في يمكن طرح لهذا الموضوع اكثر بتفاصيله. شو اللي جاي عندك؟ مين الاصوات اللي بعد اليوم عم بتحضر لها حابب انه يغنوا لرياض الهمشري وبعد ما غنوا له؟ لا اللي انا نفسي يعني اللي انا ما اشتغلتش معاهم لسه، انا نفسي في واحده بس، فيروز. يعني يمكن ده طمع مني، بس انا نفسي بصراحه من صغري. كلنا نفسنا فيها. كلنا بنحب كبيره جميله هايله، لان يعني فيروز ما حدش يعني كل الدنيا مجتمعه عليها، وصوت نفسي يبقى يعني ابقى مشارك حتى في مذهب معاها كده في اغنيه. وانا اللي مبسوط جدا ان انا موجود معاكي ومع نوال طبعا، يعني انا بحبكم انتوا الاثنين جدا. تسلم. ودايما يا رب كده ابقى معاكم ان شاء الله. هلا على كل حال رح نحتفل كمان بيفكروني، رح نغنيها على المسرح ورح تكون كمان حاضر معنا. رح ننتقل هلا معك كمان لعند الاساتذه الصحفيين لنبدا. يلا تفضل. بتمنى انه ما نكون طولنا عليكم، لكن الاتصالات الحلوه من النجوم تاخرنا يعني تاخرنا لا ايه صار في مواضيع اكثر كمان نفتح عليها الحوار. اكيد رح نبدا مباشره مع استاذ يوسف قاسم من جريده الوطن الكويتيه. اهلا وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا فيك. النور. هلا والله. فنانتنا الكبيره فنانه نوال، يمكن حصل لي شرف ان اكون انا اول المتحدثين في هالمؤتمر الصغير في هالبرنامج الحلو. تسلم الله يسلمك. واهنيك على طرح الالبوم نوال 2006 مع روتانا. شكرا. كنا ناطرين وايد، جمهورك كان ناطره وايد وتاخر اكثر من مره، لكن في النهايه نزل والحمد لله. قاعد يحقق نجاح حلو، يعني حتى في الصحافه قاعد نتابع ردود افعال الجمهور عليه. انا عندي سؤال بس من شقين، بس ما تعطيني بعض. اي تفضل. اوكي. في البدايه بغيت اتكلم عن موضوع علاقه الفنان بالجمهور وبالاعلام. يعني الحياه الشخصيه للانسان يعني ممكن تكون يعني عرضه مثلا للجمهور مثل الفنان، فبالتالي انت عندك الحمد لله ما شاء الله. تو شفنا المنتدى دازين لك تروح وجهها نقول فيه، واحنا ترى على فكره بجريده الوطن تجينا وايد فاكسات وايميلات يعني حقك شخصيا وتهنيك على طرح الالبوم. فعلاقتك مع جمهورك وعلاقتك مع الاعلام، تعتقد ان الفنان لازم تكون له مساحه خاصه فيه، ما تكون مكشوفه لهالجانب للناس للاعلام؟ في سؤال ثاني؟ السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني يمكن مرتبط فيه، اللي هو فنانه مثل نوال، يعني مسيره كبيره، قاعد اتكلم عن تاريخ فني، يعني غيرتي مسيره الفن في الخليج. نوال ما تعتقدين انك حطيتي اولويات مثل الفن والغناء على شغلات ثانيه؟ مفروض ان اي انسان والمراه على سبيل التحديد تكون لها هذه الاولويات مثل الحب والزواج والاسره. مشكورة. شكرا استاذ يوسف. خلينا نبدا بالشق الاول، علاقه الفنان بالجمهور والاعلام. نوال. انا علاقتي كثير حلوه بالجمهور وبالاعلام، ويعني ارجو انكم توافقوني الراي. ايه اذا في اعتراض دغري نشوف كاميراتنا شغاله، نحن مباشره على الهواء. انا يعني جدا طبيعيه، انا مثل ما انا، سواء كنت بالاعلام او مع جمهوري او بحياتي الخاصه او بفني. هذه انا بالعكس احب التواصل معهم. بالنسبه للاعلام اكيد هذا جزء ما اقدر استغنى عنه.
لأن يعني من الأشياء اللي تدفعني للأمام وتساعدني أكيد. وبنفس الوقت نفس الشيء جمهوري هم سندي وهم وجودي، لأن تونا قلنا قبل شوي الجمهور الفنان هو يحدد إذا كان نجم وواصل وناجح أو لا. تاريخ طويل الفن والغناء حطيتيه أولوية بحياتك، وين الحب والزواج يلي المرأة عادة بتكمل حياتها؟ ايه ما تقدر تحط أولويات بالحياة في الأشياء الشخصية. يعني الحين بالنسبة للفن، الفن يعني هذه مهنتي وهذا عشقي وهذا يعني مشواري، هذا اللي مشيت اللي انتم شايفينه. الشيء الثاني مثل ما قلت بالحياة الشخصية ما تقدر تحط نقاط تقول أنا أبي أسوي كذي وأنا أبي أسوي كذي إلا إذا الله راد. يعني هذه ترجع للقسمة والنصيب، وأنا يعني جدا مرتاحة الحمد لله. ما بترتاحي أكثر إذا تفرغتي للحب شوي؟ يمكن يعني على ما قلتي إذا تفرغت يمكن ما أكون مرتاحة، يمكن ما أعيش حياة سعيدة، يمكن ما أدري يعني شنو اللي مكتوب لي. ننتقل عند الأستاذ علي فقندش من جريدة عكاظ من السعودية. مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بداية بس حابب أعلق على موضوع الذهب، إنه اليوم أنتم شغالين في الذهب، ويمكن الكل يدري اللي يتابع البورصة إنه اليوم زاد $2 من الصبح. كنا نتابع. أنا ماني من متابعين اليوم بالذات زاد أعلى سعر له. بعدين بالنسبة للأغنية اللبنانية ما أدري، أنا يعني اقتراح وأرشح لك من أولى سعادة نخلة، يمكن هو أقرب واحد ممكن يعمل الملحن أولى سعادة نخلي. نعم. بداية طبعا الكل حيهنيك على الألبوم لأنه كان ألبوم جميل فعلا. الله يسلمك. سريع النجاح، سريع الفهم، سريع التفاعل مع اللي يسمعه. الحمد لله. تحديدا في أغنيتين يمكن أنا شخصيا لأنه الأغنية ذوق خاص، أنا أقول لك إنه أنت طيب اللي يطمني طبعا عليك. وفي الأغنية اللي تكلمت فعلا شكل مختلف. كسرني الخوف في البداية. الأولى هي أنت طيب اللي يطمني عليك. في البداية. نعم. بعدين أبغى أسألك على موضوع الشعراء الغنائيين فقط. يمكن أبرز اثنين ناصر وسعود شربتلي غنوا لهم كل مطربي الخليج. صح. اللي لاحظته انه ما صار شيء. غنيت لناصر جميل، ما غنيت لشربتلي. لما شفتك الاسبوع الماضي انت نوال وغنيتي معها اغنيتها هي اغنيه احلام، ناوي لك على اغنيه احلام ناوي لك هانيه. حسيت انه ممكن يصير شيء. سالت الشيخ شربتلي اليوم تحديدا، اساله قال لي في مشروع عمل بيني وبينها عبد الله القعود، وان شاء الله يكون خبر جميل لنا نحن. اثنين بسالك الايقاع الراي في الاغنيه الاولى كيف مزج مع مقام الحجاز؟ يعني أنا استغربت لما أول مرة أسمع أغنية حجاز وبمقام الراي أو ابن عم الراي. كان فكرة مين؟ يعني فكرة جميلة طلعت بشكل مختلف وجديد على الأذن. تسلم كلك ذوق. تسلم. مين صاحب الفكرة، أنت ولا الملحن ولا أثناء التنفيذ؟ لأنه أحيانا الإيقاع يقرروه وقت التنفيذ إنه إيش ممكن يصير. لا تتكلمين عن ذا الموضوع. هذا شيء. بعدين أقول لك أخيرا تحيات القنصل اللبناني في جدة غسان المعلم، كنا نتكلم عن ألبومك وحابب انه اهنيك على الهواء، وفي نفس الوقت عليك تهدي له البوم موقع منك انت. ان شاء الله. شكرا استاذ علي لمداخلتك واسئلتك. طرح اسم استاذنا اولى سعدي نخلي اللي عامل الله معه، اللي عامل خلص الدمع، يعني اعمال حلوه ان شاء الله نسمع ان شاء الله. ليش لا تشرف بصوتك. تعاونك مع سعود الشربتلي، هل في مشروع قادم؟ عم بيقول انه سمع منه عبد الله القعود سعود الشربتلي والناس أشتغل معاه. أنا هذه أول مرة أغني له، وأنا جدا سعيدة بمعرفته وبالشغل معاه، لأني أنا تعرفت عليه لقيت يعني إنسان مليان بالطيبة وكرم الأخلاق. وبالنسبة للأغنية مثل ما قلت أغنية جميلة وجديدة علي، صحيح إنها طويلة شوي، وهذا شيء يسعدني لأني أنا من زمان متمنية أغني الأغنية الطويلة حتى أستمتع بالمسرح، يعني يكون عندي وقت. الطويلة جدا حلوة وجديدة علي. بالنسبة للإيقاع، المزج الإيقاع فكرة مين كانت؟ أكيد فكرة منير الجزائري. يعني هو سمعني الأغنية جاهزة متلحنة، وطبعا سمعني كذا شغلة ومن ضمنهم أنا اخترت هذه، حسيت إنها يعني قريبة من صوتي. جميل. بس عفوا أنا أقصد إنه
المزج بين مقام الحجاز في الأغنية وبين الإيقاع، إيقاع الرأي، إنه كانت جديدة علينا، يعني كانت من أول لما سمعك اللحن قبل التنفيذ كانت هي دي. أي كانت الاختيار. كانت لمنير يعني الفكرة، مش لخالد عز وهاني فرحات، لأنه خالد عز وهاني فرحات هن اللي قاموا بالتوزيع، لكن الفكرة من عند منير فنان ما شاء الله عليه، هو اللي مغنى جيو معك مغني جزء، بس صوته جميل جدا. نعم، شكرا أستاذ علي. ننتقل لعند أستاذة زلفة رمضان من مجلة الشبكة. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير نوال. مبروك ألبومك. الله يبارك فيك. إذا الفن رسالة رح تجاوبيني مثل كل الفنانين، ايه الفن رسالة. وإذا سألتك إذا الفن له هوية أو حدود، كمان الفنانين ومثلك مثلهم رح تجاوبيني نفس الجواب، الفن ما له حدود ولا له هوية. طبعا. وكوننا نحن لغتنا عربية، لغة الضاد، وإن اختلفت اللهجات. استوقفني جواب لإلك لما طلب منك أنت ليش ما غنيت اللهجة العراقية، بالرغم من أنه معظم الفنانين كان في لبنان أو في الخليج العربي بفرنجلوا، يعني بيتحولوا للأغنية الأجنبية من أجل الشهرة والانتشار. صح. مع العلم أنه أنت عرفتي من أنت وطفلة أنك تغني لخبر لفاضل عواد. ما بعرف إذا المعلومة صح، يمكن معلومة عندك. هي نقطة. النقطة الثانية، نحن نعلم أنه ما تفسده السياسة يعمره الفن، وأن اختلفوا العرب اجتمعوا على حب أم كلثوم. ليش نوال وضعت خارطة لفننا أن لا يتعدى حدود العراق، مع العلم أنه أنت تحبين لهجة العراق وتعشقين هذه اللهجة وتتمنين في قرارة نفسك؟ هل لقمة العيش اللي أنت من أجل تسعي، وهل مشاعر أنت حضرتك مشاعر الكويتيين، أنا أحترم هذه المشاعر، واستشرت من قال أن الجمهور العراقي لا يحب نوال، بالرغم من أنه بسهرة خليجية تلقيت مسجات من العراق أنت بتتمني هذا. ليه ما بتكوني حمامة سلام؟ ليه اللي احنا بدناش ان شاء الله ما يفسدوا السياسه؟ لا خلصوا بس ناخذ خلصت هذا سؤال واسع. بتمنى عليك اجابه، ومع احترامي لكل شعب الكويتي وللجمهور العراقي ولكل الجمهور العربي، ما بفتكر بعد اليوم نحن بهالازمات اللي نحن فيها انه بعد الفن كمان ندخل له ازمه. بتمنى انه ازمه الفن ما يكون لها حدود. خلينا نسمع تعليقك نوال على هالموضوع، اللهجة العراقية وما تفسده السياسة يعمره الفن. السياسة أنا أولا خلينا نكون واضحين، ما لي علاقة فيها. أنا أتكلم عن الفن، والفن أكيد لغة واحدة وما لها هوية، وإنه يكون عندي جمهور بالعراق هذا ما له علاقة في اللي أنا سويته. أنت تقصدين يمكن عشان أنا بألبومي هذا. طيب أنا أقول لك الحين، أنا بألبومي هذا سويت أغنية بالفعل عراقية صح، بس كلامها كتب النص يوسف الصابري كويتي، ولحنها مشعل العروج كمان كويتي، غناها راشد الماجد. هلا راح يغنيها بعد ما غناها. يعني صدقك على حدود العراق. معلش مو غلط، بالعكس احنا اصحاب، احنا نتنازل حق بعض على الاغاني، ومش غلط قبل كمان عراقي، مش مو غلط يعني اني انا احاسب على مشاعر الأسر الكويتية. هذه بلدي، هذه داري، وهذه الأهلي بشكل يعني كل الكويت كلهم أهلي أكيد، وكل الدول العربية أكيد أهلي، بس هذيل أهلي يعني أهل داري. إذا أنا ما حافظتوا على مشاعرهم يعني وراعيتهم، مين؟ نحن ما خلينا الفن له حدود عندنا بلبنان، يعني خرقنا الحدود السورية وفتحنا مجال لكل العالم رغم كل الازمات. لا ابدا ما في اي مشكله صدقيني. وانا لو مغنيه الاغنيه ما كان في مشكله، وكان في ناس بتتقبلها وكان في ناس ما راح تتقبلها، وانا ماني حاطه لك نسبه لاني ما اعرف شنو النسبه عشان اكون صادقه في الاجابه. بس لو خلينا نقول بيتين بالكويت بيتحسسون من هذه الاغنيه ما راح اغنيها. بس ما بنبيع شعب طويل عريض كمان. بتمنى انه عليك لانه صوتك يعني انا حابه اسمعه باللهجه العربيه. انا بحب اسمع صوتي في اي لهجه عربيه وفي اي اغنيه تناسبني كلحن وكنص. واوعدك
اني انا عند كلمتي، يعني اي نص عربي جميل زائد جملة حلوة عربي. موسيقية عربي، اي لهجة، انا ما حدد اي لهجة. هيدي بيقولوا لها قطبي مخفية بالاجابة وتخفي ورا الاجابة. يلي بدك علي بس حماد الخياط الشاطر بيعرف يعمل قطبة مخفية.